السلام عليكم. من احلى والذ الوصفات الشرقيه اللي انا عن نفسي بحبها جدا. النهارده هنعمل مع بعض صوابع زينب. هقول لكم كده كل اسرارها، هتطلع معاكم ناجحه 100% ان شاء الله. هقولك بقى كل المشاكل بتاعتها اللي بتقابلك لو بتفرش منك في الزيت او الرسم بتاعتها بتروح ان شاء الله. باذن الله هنحل النهارده كل المشاكل دي وهنعملها تطلع تحفه بالشكل اللي انت شايفاه ده. يلا كده نسمي الله ونبدا الفيديو ونشوف هنعملها مع بعض ازاي. اول حاجه شربات صوابع زينب لازم يكون تقيل وبارد. قبل ما تبداي كده هتعمليه وهتسيبيه ساعتين 3 كده يبرد. بتستخدمي كوبايتين من السكر، عليهم كوبايه ونص من الميه، عصير نص ليمونه ورشه فانيليا، وهنرفعهم كده على النار يغلوا لمده 7 دقايق، وبيكون قوامه بالشكل اللي انت شايفاه ده تقيل، وهنسيبه يبرد خالص. ويلا كده نعمل مع بعض العجينه. عندي هنا كوبايتين من الدقيق، هننزل عليهم بنص كوبايه من السميد. وانت بتجيبي السميد هتجيبي انعم نوع، مش هتجيبي نوع خشن، هتجيبي نوع ناعم. ربع معلقه صغيره من السكر وربع معلقه صغيره من الخميره. السكر بيديها لون حلو قوي بقى في التحمير، والخميره ما تكتريش علشان الرسمه ما تروحش وتنفخ في الزيت. عندي هنا معلقتين كبار من الزيت، وحوالي معلقتين كمان زيهم كده من الزبده. الزبده تكون بدرجه حراره المطبخ. هنفركهم بقى كده كويس جدا في العجينه قبل ما نحط السوائل. بتبقى بالشكل اللي انت شايفاه ده منديه كده زي رمل البحر، زي ما تكون بتعملي بسبوسه. وعندي بقى هنا كوبايه من الميه، نزلت مبدئيا بكوبايه الا ربع من الميه، ما احتاجتش سوائل تاني. وعجنت العجينه كويس جدا، هي العجينه بتبقى ناشفه شويه ما بتبقاش طريه. واغطيها بقى واسيبها 5 دقايق بس ترتاح، ما تسيبهاش تخمر، 5 دقايق بس كده ترتاح. ويلا كده نشكل مع بعض ألذ واسهل صوابع زينة. هتلفيها كده بايديكي كوره، وبعدين كده هتعمليها صوابع، وهتشكلي بقى العجينه كلها مره واحده علشان يسهل معاكي عمليه التشكيل، ما تبقاش الموضوع صعب عليكي. الموضوع سهل جدا، هي ما بتاخدش اي وقت في العمايل، وناجحه جدا ومقاديرها مظبوطه الحمد لله 100%. عندك بقى اي حاجه تقدري تشكلي عليها، انا عندي هنا المبشره، لو عندك مصفى اي حاجه تقدري تشكلي عليها. وهتفردي كده العجينه بالطول وهتلميها كده بصوابعك بالشكل اللي انت شايفاه ده. يعني ما تقفيش على حاجه، اي حاجه عندك في البيت تقدري تستخدميها. الموضوع سهل جدا وبسيط. اهم حاجه ما نكترش الخميره علشان الرسمه ما تروحش وانتي بتقليها في الزيت، وما نكترش السكر علشان برضو ما يديهاش لون زياده في الزيت. وعندي هنا دي قطعه المخلل برضو، لو انتي لو مش متوفره عندك، لو في اي كرتونه كده مضلعه هتستخدميها. وما بتسيبيهاش تخمر بقى، مجرد ما بتخلصي تشكيل يكون الزيت بتاعك سخن جدا. الموضوع سهل جدا، وكده كملت الكميه كلها وشكلتها، مخدتش وقت خالص. زيت غزير بقى، اهم حاجه يكون الزيت غزير جدا وسخن زي ما انت شايفه كده. وهتنزلي كده بصوابع زينب. الزيت بيكون سخن وبعدين كده بتهدي النار، وما بتقلبيهاش بقى ولا بتيجي يمها، هي كده اول ما بترفع كده على الوش، اول ما بتدخل في السوا بترفع على وش الزيت كده بتلاقيها بتعوم بالشكل اللي انت شايفاه ده، وبتقلب لوحدها. اول ما بترفع كده وتحسي ان هي قوامها متماسك، هتقلبيها بقى علشان كده تاخد كلها اللون الذهبي موحد. ما تنسوش تضغطوا لايك بقى لو اول مره تشوفوني، تشتركوا معايا في القناه وتفعلوا الجرس عشان يوصل لكم مني كل جديد. ما شاء الله تحفه، والعجينه مظبوطه جدا. اول بقى ما بتاخد اللون الذهبي كده ما تغمقيهاش، لانها بتاخد درجه لون كمان. اول ما بتحطيها في الشربات لونها بيغمق، تخلي كده لونها ذهبي فاتح. ما تغمقيهاش عن كده علشان لونها ما يغمقش معاكي. وهننزل بقى كده في الشربات التقيل البارد، وهتسيبيها في الشربات حوالي من 3 ل 4 دقايق كده تشرب الشربات. وهتصفيها
هتشيليها من الشربات وهتصفيها، وده بيكون شكلها بقى تحفة ما شاء الله. الرسمة بتاعتها واضحة جدا. اهم حاجة هتمشي كده على التكات اللي قلنا عليها في الفيديو، هتطلع معاكي حلوة بالشكل اللي انت شايفاه ده، مقرمشة جدا لحد اخر حباية. اتمنى تجربوها وتكتبوا لي بقى رأيكم في الكومنتات، واستنوني فيديوهات تانية كتيرة، والسلام عليكم.